اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد، والنهارده قائمه جديده وهنتكلم عن 10 افلام هتخليك تقشعر. صباح الخير. بالراحة يا نجم. تعبيط يا ابني. يعني ايه تقشعر بقى؟ خليني افهمك كده. عارف انت شعور كده لما تيجي تتفرج على فيلم وتحس ان جسمك كده بيقشعر؟ هو انت اكيد عارف الشعور، يعني مش محتاج اشرحه صح؟ الشعور ده بقى من اهم الحاجات اللي ممكن تحببك في السينما من وجهة نظري طبعا، لان اعتقد لما انت بتحس بالشعور دوت بيبقى الفيلم لمس حاجة فيك جواك. فازيك عامل ايه؟ تعالى نبدا بالقائمه بتاعتنا، وطبعا هنبدا برقم واحد. ورقم واحد معانا وهو فيلم اشورت فيلم اباوت لاف، اللي انا قرفتك بيه وكل لما اكلم حد اقول له اتفرج عليه، لان هو فيلم انا بحبه جدا وفيلم لمسني جدا وفيلم اداني الشعور اللي انا بكلمك عليه النهارده، اللي هو شعور الاشعار دوت. وهو من احدى روائع كيشلوفسكي، والفيلم انا عملت عنه حلقه وتقدر تشوفها من هنا او من هنا ايا كان، بس انت تقدر تشوفها حلقه عن السينما الشعريه، لان السينما الشعريه اكتر افلامها هتديك الشعور اللي انا بكلمك عنه النهارده في الحلقه دي. الفيلم بقى اللي بكلمك عليه دوت اللي هو فيلم قصير عن الحب، انا متاكد 100% ان هو كل مره هتتفرج عليه فيها هيديك نفس الشعور اللي انت حسيته وانت بتتفرج عليه اول مره. والفيلم حقيقي يديك شعور بالدفى كده، والمزيكا بتديك جو شاعري لطيف جدا، لان المزيكا ديت برضه انا اتكلمت عنها كتير، وهي اجمل واهدى مزيكا تقريبا ممكن تسمعها في الافلام كلها عموما. هو فيلمنا قصته يعني قصة حب، بس الفكرة في عرض القصة دي. خلينا بقى ننتقل من رقم واحد لرقم اتنين، وهو فيلم اشورت فيلم بس about killing، فيلم قصير عن القتل. فيلمنا فيلم غريب، واعتقد ان انت ما شفتش زيه حاجة قبل كده، لان هو بعيدا عن ان هو فيلم شاعري من الدرجة الاولى، لان هو برضو بيناقش فكرة مهمة جدا عن حوار القتل. والفيلم هيخليك تبدأ تفكر انت تقف في صف مين، وهي دي فلسفة الفيلم. واللي هو برضو معيشك في جو غريب كده، انت قلقان ومتعاطف وفي نفس الوقت عايز تدافع عن دوت، واللي هو برضو لأ ما دافعش عنه، هو غلطان. مش عايز احرق لك فكرة الفيلم ذات نفسها او فكرة القتل اللي هو بيتكلم عليها، فهسيبك تتفرج عليه وتحكم انت بنفسك. Są takie chwile w życiu, kiedy wszystko wydaje się możliwe. Droga jest otwarta i można robić, co się chce. ونخش بعدها سريعا على رقم 3، وهي ثلاثية 3 colors، ريد وبلو ووايت. شفت رقم 3 وهم 3 افلام في نفس القاعدة، ودي حاجة تقريبا عشوائيه جدا لسه مكتشفها حالا وانا بقرا السكريبت. والثلاثيه برضو الكوشلوفسكي، وده يبين لك قد ايه الراجل دوت راجل فعلا عبقري في السينما الشعريه، وقد ايه الافلام بتاعته ممكن تلمس اي حد ممكن يتفرج عليها وتديك الشعور اللي انا بكلمك عليه في الحلقه ديت. حقيقي ثلاثيه جميله جدا وانصحك ان انت تتفرج عليها، وانا ما اقدرش احرق لك حاجه فيها لان قصصهم ممكن لو قلتها لك تحس ان هي افلام عاديه، ولكن المغزى من الافلام ديت او القيمه من الافلام ديت حقيقي بتكمن في ان انت تتفرج عليها وتحس بيها، تعيش الجو بتاعها وتسمع الميوزك اللي فيها، لان الثلاثيه لان الثلاث افلام كلهم وبلا استثناء الساوند تراك بتاعهم عظيم جدا. الراجل زبيجنيف بريزنر دوت كيشلوفسكي ماسكه كده وبيأبيزه، وانت معايا في كل الافلام وهتألف الساوند تراكس بتاعت الافلام بتاعتي كلها. فالراجل ده عظيم جدا كيشلوفسكي وزبيجنيف بريزنر، والثلاث افلام دول عظماء جدا، فانصحك ان انت تتفرج عليهم. ونخش بسرعة على رقم 4 عشان الدنيا برد جدا وانا واقف وعامل سيت اب اضاءة سريالي كده، فخايف حاجة تقع عليا، وهو رائعة بازوليني ماما روما او ماما روما ايا كان نطق اسمه يعني. Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia.
هو فيلم بيحكي عن حياة ام وابنها في الصراع بتاعهم في الحياة، والفيلم بيبين لك قد ايه قيمة الام دي حاجة عظيمة جدا، او الام ديت حاجة فعلا عظيمة جدا. الفيلم مع نهايته انا متاكد 100% ان انت هتعيط وهتفهم ليه لما تتفرج، فانت يا ريت تتفرج على الفيلم دوت لان هو عظيم جدا. صحيح ايقاعه بطيء شويه كده في الاول، ولكن حاول ان انت تعيش الجو بتاع الفيلم وبعد كده خليك روح للنهايه بقى. وخلينا نخش على رقم 5. ورقم 5 معانا فيلم عربي، وهو فيلم اسمه اخر ايام المدينه. اعتقد ان انت ما سمعتش عنه قبل كده، ولو انت سمعت عنه او اتفرجت عليه فانت راجل عظيم جدا يعني. ولكن لو انت ما شفتوش فانا اوعدك ان انت لو اتفرجت عليه هتنبهر منه 100%، ويا ريت تشوفه عشان انت فعلا فايتك كتير جدا. ليه؟ لان الفيلم دوت هو مزيج كده من فيلم درامي على وثائقي على فيلم عادي ممكن تتفرج عليه مع اي حد. هو مزيج غريب كده، بس انت هتتفرج عليه وهتستمتع وهتحس بشعور غريب كده وانت بتتفرج، وهتقشعر اشعاره طول الفيلم. انا اضمن لك حاجه زي كده. وفيلمنا تم تصويره تقريبا سنه 2010 وتم تجميعه في سنه 2015 واتمنع عرضه في مصر وحوارات كتير جدا كده بسبب سياسات الفيلم اللي بيتكلم عليها. ولكن الفيلم حقيقي عظيم جدا ويحمل مشاعر عميقه جدا، والميوزك بتاعته برضو فشيخه. فيا ريت يا ريت يا ريت لو مش هتتفرج على اي فيلم من الافلام اللي في السلسله ديت او في الحلقه ديت يعني، اتفرج على الفيلم دوت. لازم 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 اسمع مني، والله اسمع مني. في حاجة كده مش عارف القطها. الناس اللي ماشية في الشارع، زحمة، دوشة، بس أنا أصلا مش عارف إذا كنت أنا بحب الحاجة دي ولا أنا بكرهها. أنا كل اللي عارفه إن أنا يعني عايز أصور. نخش بعدها على رقم 6 الا وهو فيلم In the Mood for Love. الفيلم ده حرفيا يا جدعان كل مشهد فيه يعتبر مشاعر، يعني المشهد هو مشاعر بيوصل لك كده شعور غريب كده بالدفى والاشعار الغريبه جدا، مع الميوزك اللي بتشتغل في الخلفيه، مع تناسق كل حاجه في المشهد، مع الالوان اللي في الفيلم ذات نفسها. تحس ان الفيلم اصلا ايه، قعدوا كده يختاروا كل حاجه عشان تتناسق مع بعضها. يعني مثلا يبقى لون الفستان مثلا اخضر فالحيطه تبقى لونها مثلا احمر عشان يكون في تناسق، عشان الاخضر ضد الاحمر في دايره الالوان. دي حاجه كده للزمن يعني. قصة فيلمنا بسيطة عن 2 راجل وست بيتعرضوا للخيانة من أزواجهم، فالاتنين اللي هم الراجل والست دول بيكتشفوا الخيانة ديت، فبيقعدوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض وبيحبوا بعض. فبيقرروا بقى ان هم يا هيبقوا خاينين زي اللي خانوا، ولا هيبقوا ناس لطيفة وعندهم كرامة والحاجات ديت كلها. فانت بقى ايه لما تتفرج على الفيلم هتعرف ايه اللي حصل. مشكلة الفيلم الوحيدة بس ان الممثلين تقريبا شبه بعض، فانت ممكن تيجي كده في فترة من الفيلم تتلخبط، اللي هو طب هو دوت كان البطل، طب هي ديت، بس انت حاول تجمع كده في الاخر هتفهم ان طب دي هي. الا وهو فيلم جود ويل هانتنج. والفيلم دوت انا عملت عنه حلقه قبل كده، تقدر تروح تشوفها برضو، والحلقه هتعجبك لو انت شفت الفيلم، ولو ما شفتش الفيلم فانصحك ان انت تشوفه لان هو فيلم عظيم جدا، ومن اكتر الافلام اللي انت تقدر تعيد مشاهدتها كذا مره، لان انت كل مره هتتفرج عليه فيها هتكتشف حاجه جديده في الفيلم وهتكتشف شعور جديد في الفيلم، وفي مشاهد بحد ذاتها هتاثر فيك اثر غريب جدا وممكن تعيط في المشاهد دي. ونخش بقى على الفيلم رقم 8. انا عارف ان انا بسرع في الحلقه، ولكن استحملني الحلقه ديت كده عشان ما اغيبش عنك، لان الحلقه الجايه حلقه تقيله فعلا، فعديها. ورقم 8 معانا الا وهو الفيلم الاقربهم الى قلبي بصراحه، وهو Eternal Sunshine of the Spotless Mind لعمنا جيم كاري. والفيلم دوت برضو عملت عنه حلقه، وهو فيلم يا جدعان يعني اتكلمنا عنه كتير وانت اكيد عارفه، انا متاكد ان انت عارفه، ان انت لو مش عارفه فانت فايتك كتير جدا. قصه رومانسيه جديده جدا حتى لحد دلوقتي تعتبر جديده، وبتصدر لك مشاعر غريبه جدا. اللي هو الفيلم دوت 100% هتلاقيه بيتكلم عنك، حتى لو انت ما مرتش بالمواقف اللي مر بيها البطل مع حبيبته مثلا او في حياته مثلا، فهتحس ان بطريقه ما الفيلم بيلنك معاك كده في حياتك وان هو بيتكلم عنك. انصحك ان انت تتفرج عليه لو انت ما شفتوش، مع اني اعتقد ان انت شفته. وفيلمنا فكرته بسيطه، ماذا لو ان احنا قدرنا نمحي ذاكره او بعض من الذكريات من دماغنا، او ننسى شخص بحد ذاته، ايه هيحصل او ايه هتكون تبعيات الموضوع دوت.
ننقل بقى لرقم 9 الا وهو فيلم عربي برضو، وهو فيلم الحريف محمد خان 1998. لا بعيدا عن السف، بجد الفيلم يا جدعان بتاعنا عظيم جدا، وفيلم فعلا مليء بالمشاعر والدفى والجو البرد اللي احنا عايشين فيه دوت، وانا بدات اشعر عشان الدنيا برد. بس بعيدا عن كل السف اللي اتسف عن الفيلم، فالفيلم هيفضل عظيم واحنا عارفين حاجه زي كده. وفيلمنا فكرته بسيطه، بيتكلم عن الطبقه العامله من المجتمع بتاعنا، وازاي حياتهم بتمشي، وازاي بيتعاملوا مع المصائب اللي بتحصل في حياتهم. كل دوت بيتنقل لك في اطار شاعري من محمد خان، وبتكون في الخلفيه مزيكه العبقري هاني شنودة، وحقيقي مزيكا عظيمة جدا. أمي ماتت. معاك سيجارة؟ كلنا هنموت. رقم 10 بقى معانا، وهو الفيلم اللي انت هتحددهولي في الكومنتات وهتقولي ايه الفيلم او ايه اكتر فيلم خلاك تحس بشعور الأشعرة. يعني دي انا عايز افهمها منكم او اسمعها منكم، اشوف ايه الافلام اللي اثرت فيكم او ايه الافلام اللي خلتكم تحسوا ان هو بيخاطبكم وخلاك تشعر او حرك جواك مشاعر ما. فالفيلم رقم 10 هو من اختيارك. فبس كده، شفت ما طولتش عليك. دي كانت كل حاجة عندي الفيديو دوت. ان شاء الله في بروفايل لداود عبد السعيد الحلقة اللي جاية، معرفش تاخد قد ايه بس ان شاء الله متأخرش يعني. ودي حلقة خفيفة كده عشان غبت بقالي كتير وانا بصراحة قاعد فاضي فماليش حجة، فقاعد بشتغل على حلقة تقيلة، فانتظرني الحلقة القادمة. وبس كده حبيبي، انا لو انت وصلت، نقلدها بقى عمر ابو المكتب، لو انت وصلت للحتة ديت فانا بحبك. لا والله يعني انت لو وصلت لهنا فانا بحبك فشخ والله. فبس يا سيدي، دي كانت كل حاجة عندي للفيديو دوت. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبس كده. See you.